قبل ما نبدأ الملخص، اللي ما شافش الملخص الجميل ده هتلاقوه في أول تعليق مثبت أو في صندوق الوصف. هنا بيكونوا قاعدين مع بعض وشينا بتفضل تقول لفوجي إن أنت شخص لطيف وشخصيتك جميلة وبتقرب منه. هنا فوجي بيقفل بقها وبيقول لها المرة الجاية قبل ما تتكلمي معايا بالطريقة دي هقفل بقك. بس شينا بتقرب منه أكتر وأكتر لما تكون البنت جريئة وبتجري. بيفضل فوجي كده مبحلق مش عارف يقول أي كلمة، مصدوم مع نفسه. تاني يوم بتيجي شيتوزي وبتقول لها في عندنا مسابقة لازم تنضمي معانا. هوب لما بيجي فوجي بقى بيفضلوا يبصوا لبعض كده وهم متوترين. وبيجي اتسيكي بيقول له هو في حاجة، هو حصل بينك وبين شينا حاجة يعني كده؟ بيقول له خلاص بصراحة علاقتنا متوترة ومش عارف اعمل ايه، بس لو اعرف اذا كانت بتحبني ولا لا. كادوكي بيقول له بس انت لازم تثق في نفسك شويه. بيرد عليه ما تحاولش تزعجني. هنا بيقول له بالعكس بحاول اشجعك صح يا اتسيكي. ولما بيروح البيت بتيجي عند شينا وبتقول له انا اسفه على اللي حصل امبارح. هنا طبعا بيبقى مصدوم مع نفسه شويه وبيقول لها هو انت ليه عملت كده بصح؟ بتبص عليه كده وبتقول له قصدك ايه؟ هو انت نسيت عملت ايه؟ بس رديت لك زي ما انت عملت معايا. بيقول لها خلاص انسي الموضوع. تاني يوم بتكتشف سيتوسي انها ضد اتسيكي وبتقول له ازاي كده؟ هو احنا هنكون ضد بعض؟ بيرد عليها مش مهم، المهم ان احنا مع بعض. وبيقول لهم خلاص انا اخترت عايزي. هنا بيقول لشينا هو انتي اخترت ايه؟ بترد عليه اخترت السباق التتبع. وبيرد عليها وانا كمان، يعني انا وانتي هنكون مع بعض. وبتقول له كويس. هنا بيقول لها بصراحة يمكن تكون صعبة شوية بس بالعكس يمكن نتفاهم انا وياك. ويفضل يتكلم ويرد على نفسه. وبتقول له اهم حاجة ان احنا هنكون مع بعض. وبيقول لها دوقي دي كده. بتقول له بصراحة طعمها جميل جدا. وهو طبعا مصدوم ازاي بتاكل بالطريقة الجميلة دي. وبيقولها دلوقتي هروح علشان اجهز القهوة. بس هو بيكون عايز يهرب منها مش قادر يواجهها اكتر من كده. وبيقول خلاص بعد المسابقة دي اكيد هتكلم مع شينا، مش قادر اضبط نفسي اكتر من كده. يجي يوم المسابقة فوجي بيقول لكادوكي هو انت شايف ان ساتوشي هتنجح يعني؟ بيرد عليه ايوه ومتأكد كمان علشان هي في مدرسة الاعدادية كانت هي الاولى، دائما بتيجي هي الاولى وبتكسب والمرة دي كمان هتكسب. بيقول له فوجي بصراحة انا متفاجئ. بيقول له ما تتفاجئش، شيتوسي عندها مهارات كتيرة قوي. وطبعا اتسيكي بيكون بيشجعها وهي فرحانة بنفسها وبتشكرهم. بتقول لهم خلاص المسؤولية دي عليا وانا مش هخيب امالكم. قصدها ايه بالكلمة دي؟ فوجي بيقول مع نفسه انا مش مطمن خالص وبيسحب الورقة بتاعته. هوب بيكتشف ان هو فعلا مع شينا وبيلاقيها قدامه كمان. بتقوله بجد احنا مع بعض. اما شيتوسي بقى بتبص عليهم كده وبتضحك علشان هي كانت مخططة لكل ده. وبيقول لها بالمناسبة هو انتي بتدوري على ايه؟ بترد عليه ده سر. وبيقول لها بس الورقة بتاعتنا متطابقة مع بعض. وبتقول له خلاص هو انت بتدور على ايه؟ وبيرد عليها وانا كمان عندي سر. وبتقول له خلاص خلينا في النهاية نكتشف انا كاتبة ايه وانت كاتب ايه. وبيمسكوا في ايدين بعض وكل الطلاب بيتفاجئوا ازاي شينا مسكت في ايد فوجي. الشباب كلهم متغاظين وبيقولوا لفوجي انت بجد واحد واخد اخدت مننا شينا. وبيقدروا ان هما يكملوا الهدف وطبعا بيكسبوا. هنا شيتوسي بتقول لهم دلوقتي هنقرا الورقه بتاعتكم مكتوب فيها ايه. وبيكون دور فوجي ومكتوب ان انا واثق انه شخص واحد اللي هيكسب وطبعا قصده على شينا. هنا بيجي دور شينا ولما بتمسك الورقه شيتوسي بتتفاجئ هي كاتبه ايه. وبتقول بجد الكلام ده جميل. بتبص لها شينا خلاص تقدري تقري. وبترى ان الورقة مكتوب فيها شخص عزيز جدا عليا وطبعا قصدها على فوجي. هو بيتفاجئ وكلهم بيتغاظوا اكتر واكتر خصوصا لما تبصله البصة الجميلة دي. وبيكون خلاص السباق وهو قاعد كده. بيجوا عند الطلاب وبيقولوا له انت بجد واحد مستفز، انت بجد كذبت علينا انت وانت بتخرج مع شينا. هو انتوا على علاقة مع بعض متوعدين مع بعض؟ وبيقول لهم كفايه كل الكلام ده، احنا على فكره جيران ومفيش اي حاجه بينا. وطبعا بتكون شينا سامعه كل الكلام ده. وبيقول لهم اصلا مشاعري تخصني انا وانتوا مالكونش علاقه. وانا شايف شينا كانها بنت مش زي ما انتوا فاكرين بنت مشهوره ومن الكلام ده. وبيقول له هو انت بتهزر ولا ايه؟ انت عارف مين شينا؟
رد عليه ايوه زي ما قلت لك، بنت عاديه وحقيقيه مش زي ما انتوا فاكرين مشهوره ومن الكلام ده. وهو بتيجي شينا بتقول له بصراحه عنده حق، انا بنت عاديه مش مشهوره زي ما انتوا شايفيني. بيقول لها هو انت خلاص ده الشخص اللي حبيتيه اصلا ده كئيب، ازاي تحبي شخص زي ده وانت بنت جميله والكل معجب بيكي؟ بترد عليه بالعكس، انت ازاي تقول عنه ممل؟ جبت الجرأة دي منين؟ الشكل مش من المظاهر، وانا شايفه ان فوجي شخصيته جميله وقوية. وكل الطلاب متفاجئين من كلام شينا، وبتقول له خلاص دلوقتي انا مش هبرر لك اكتر من كده، ودلوقتي وقت الغدا، وكل اللي اقدر اقوله لك انه مفيش اي حد زي فوجي، شخص لطيف ومحترم، واهم حاجة ان هو بيحترمني وحنون. ها؟ وطبعا بيكون فوجي مصدوم من كلامها، ازاي بتشكره للدرجة دي؟ وهو خلاص مصدوم كده. وبتقول له ده هو انت لسه في عندك سؤال تاني كمان؟ بيرد عليها خلاص مفيش اي سؤال، وانا بعتذر علشان ازعجتكم. وبيروحوا. هنا بتقول له هو احنا ممكن نتغدى مع بعض؟ بيرد عليها طبعا. وبيجي وقت كرة القدم، بيفضل يقول مع نفسه خلاص النهارده هقول لها على كل حاجة، وخلاص مش هقدر اخبي اكتر من كده، خصوصا قالت عني كل الكلام الجميل ده. وتيجي قصتها البريئة وهو بيفضل يبص لها كده. بتقول له عارفة ان انت عندك حاجات كتير عايز تقولها وكمان اسئلة كتيرة، بس انا اسفة. بيرد عليها ليه بتعتذري؟ بتقول له هو انت مش زعلان؟ بيرد عليها طبعا لا. بتقول له طمنتني. هنا بيقول لها انا اللي لازم اعتذر منك علشان كنت جبان وخايف جدا، علشان انا لاحظت مشاعرك تجاهي بس انا كنت بحاول اخبي مشاعري. بتمسك ايده وبتقول له على فكرة هو انا ما قلتلكش قبل كده ان انا اصلا انانية؟ بيرد عليها بالعكس، انا اللي كنت اناني، علشان كده ممكن اقولك عن مشاعري تجاهك. بيحضنها كده وبيقول لها انا عمري ما حبيت اي شخص قبل كده، متوقعتش اصلا ان انا هعمل كده وكمان ههتم باي شخص. ده انا اصلا حياتي انا وما كنتش مهتم بيها لغاية ما دخلتي حياتي، علشان كده حسيت باحساس غريب، خصوصا لما اهتميتي بيا واهتميتي بالبيت وكل حاجة بتتعلق بيا، علشان كده كنت بخاف وحاولت ان انا اهرب. هنا بتفضل تبصله كده وبتقوله وانا كمان على فكرة حسيت بخوف، بس قلت خليني احتفظ بيك، علشان كده لما شفت البنات حواليك قلت خلاص اكيد هيلاحظوا فيك الجانب الجميل وهياخدوك مني، علشان كده كنت خايفة ان انت ما تحبنيش. رد عليها بصراحة ذوقك مش طبيعي خالص. بتقوله ممكن ما تتكلمش على نفسك كده؟ وبيقول لها من دلوقتي هشتغل على نفسي علشان الامور تمشي طبيعية ومحدش يقول عنك ان انت شخصة مش طبيعية، علشان حبيتي شخص زيي وانا عايز احميكي. وبيطلب منها انها تخرج معاه، طبعا شينا بتوافق وبيقول لها انا عايز اسعدك. بتقوله بتوعدني؟ بيرد عليها طبعا وعد مني ان انا هقدرك، وهو ده طموحي الوحيد وامنيتي الوحيده ان انا احقق لك السعاده بايديا دول. بتكون مبسوطه شينا، بتحضنه كده وبتقوله هنشوف مع الايام بقى، ونتكل احنا بقى ونسيبهم بقعدتهم الجميله. ولحد هنا بيخلص الملخص بتاعنا. تعالوا هنا رايحين على فين؟ تشجيعاتكم ايه اللي بالضغط على اللايك والاشتراك بالقناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.